أليكس يحاول التقدم أمامنا. تمريرة من أليكس يلعبها لمارك بريشيانو. جورج كواسي الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء. سيسي وداخل الجزاء يفعلها الرافة. هل هي هدف؟ نعم هدف لنادي الغرافة. إكرام الضيف يأتي من الفريق الغرفاوي بهجمة أتت على حين غرة، على غفلة وعلى حين غرة، وفي غمضة عين فعلوها الفهود أمام الليوث ودونوها في المرمى. تمريرة يا جماعة، لحن موسيقى جميل، غرفاوية فيها جماعية الأداء وابداعية الحقية. وبعد ذلك الأولى غرفاوية رأسية مارك بريشيانو وهي داخل منطقة الجزاء. حاول معها في اللقطة الماضية نايف القاضي، ولكن قاضي المباراة أشار إلى وجود هدف وإلى احتساب هدفا غرفاويا أول عن طريق مارك بريشيانو. متابعة ممتازة، لعبة ونموذج، وهذه مادة دسمة للاستوديو التحليلي في حدود المرمى إلى حين اللحظة. وكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، هل تأتي بهدف؟ كرة ملعوبة، ضاعت الكرة الماضية، ومحاولة كادت أن تعانق الشباك، ولكن العارضة تعترض على الضيوف حتى الآن وتتعاطف مع أصحاب الأرض. ما زالت قائمة، كرة ملعوبة أمامنا، تسديدة، الله بقوة وحمرة عين، إلا وتأتي في المرمى وتعانق الشباك. أبت لهم الأولى، حاولوا في الثانية والثالثة ثبتوها في المرمى، معانقة للشباك عن طريق سبيسيان الذي قلنا عنه أنه اختفى، ولكن طال الانتظار والاختفاء. أتى الآن ليظهر ويدون الهدف بعد أن كان صامتا وكان على الهزاز بداية الشوط الثاني. الآن يصرخ بهدف يأتي أمامنا. تهيأت الكرة، تهادت أمامه وعارف درب المرمى. نثرة ولقاء وابتسامة بعد ذلك شبابية وتعادلية تأتي النتيجة حتى الآن بين الشباب وبين الغرافة، معانقة للشباك. وهذه من نوع الكرات اللي اسمها، شوفها في الإعادة يا قاسم يا برهان، شوفها في الإعادة وما تحاول معاها في الاستوديو التحليلي. كماتشي يلعب الكرة، يا سلام، ناصر الشمراني داخل منطقة الجزاء، يضع الشمراني وياتي بالهدف الثاني الشبابي. ناصر الشمراني وما لها إلا الشمراني باحتفالية شبابية، ياتي بالثنائية. ناصر الشمراني خير بديل وخير معين لفريقه. تقدم كان في الأمام، ولاعب مثل الشمراني لا يترك. إذا يضيف الهدف الثاني لنادي الشباب. وشوف التمريرة الجميلة عن طريق كاماتشيو، ضرب لاعبين دفعة واحدة وقال للشمراني جيب الثاني لاعبين، ونعم يضعها الشمراني في المرمى. انت اعطيه الكرة وهو عارف درب المرمى، سلم له الكرة وهو يرد التحية وعارف درب المرمى. إذا يأتي بثاني الأهداف الآن ناصر الشمراني، والثانية لصالح الشباب.